لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما خاب والله من تمسك بحبلكم، أمن الله من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، يا حجة الله قد ضاق الخناق بنا، فأي هول من الدنيا نقاسي. جور العداء أم هوان الغاصبين لنا، أم طول غيبة مولى عن مواليه. أكل يوم لكم يا ابن الزكي دم يطل هدرا، وما من ثائر فيه فمن قتيل لكم بين الضبا عطشا، وفوق عجف المطاسي قد دراري. ومن طريد لكم لم يحوه بلد، ولم يجد ملجأ في الأرض يأويه. وبين من مات صبرا بعدما سقيت، مات صبرا أي حبس حتى الموت. وبين من مات صبرا بعدما سقيت
بالسم أحشاءه ويل لساقيه. يا طاوي البيد يرجو نيل مقصده، أرح بطوس تفز فيما ترجيه، أنزل وحي بها عني ضريح علا. أهل السماوات ما زالت تحييه، لمن هذا الضريح يا شاعر؟ قال فيه علي بن موسى لم يخب أبدا، لاجن إليه ولا راجن أياديه. أفدي غريبا عن الأوطان قد شخصت به النوى عن مغانيه، وأهليه أضى من الخلد في أعلى الجنان، لمن يزور في طوس مثواه ويأتيه لم أنس مذ غاله المأمون حيث غدا، يبدي إليه غير ما في القلب يخفيه، ألقى مقاليد عهد الحكم في يده، والغدر بابن رسول الله ينويه. ماذا فعل يا شاعر؟ قال فدس بالعنب السم النقيع له، فعاد مضطهدا مما يعانيه. يا طوس ضمتي بدر من آل عدنان، فستي بقبره وارتفع لشف الملاشا، فستي بقبر بدر أفل بيك، والناس من كل النواحي تعتني لك، ويشابه الوادي المقدس صار واديك، يخل عنا على التعظيم اللي يطب لذاك المكان. يا طوس ضمت المفاخر والفضايل، وبحفرتك علم الأواخر والأوايل،
صرت البدر المرتضى تالي المنازل، بيك اختفى وظلم هوانا ورجل اكوان. قالت بابن موسى الفخر كل جمعته، وغصبا علي ابن الرجس قطع مهجته، لكن بلا تجهيز جسمه ما تركته. عتبوا على اللي برضا ظلوا بلا جفان، أعشب الوادي وارتحت يوم اللفاني، ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني، وتحول التعظيم لجله من مكاني. ما ضيعت ولده ولا تحير له حصان، وبكربلاء صبط النبي تحير حصانه، وامر بتنزيل الخيام وانزل مكانه. وبكربلاء ذبحت جملة اخوانه، 7 و10 من بني عدنان شبان. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من أراد أن يفرح ملائكة السماء فليرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد. يقال أن دراسة الجانب السياسي من حياة أي شخصية تاريخية من أهم المقدمات والمداخل اللازمة لفهم هذه الشخصية ولمعرفة أصول تفكيرها وتحليلها للواقع الذي عاشته، خصوصا إذا اتسم ذلك الواقع بالتنوع والتلون في أدواره ومعطياته. خصوصا إذا اتسم ذلك الواقع بالتنوع في معطياته الفكرية والسياسية. إذا كان الحديث هكذا فليكن ونحن في رحاب الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا يكون الحديث
عن طريق الدوافع التي دفعت المأمون العباسي لعرض منصب ولاية العهد، وهذا هو الحدث الأكبر والعنوان العريض في حياة الإمام علي بن موسى الرضا. نحن عندما نتكلم عن الإمام علي بن موسى الرضا نحن نتكلم عن أئمة المرحلة الثالثة من حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تتوزع حياتهم على 4 مراحل. المرحلة الأولى تبتدئ بأمير المؤمنين